كان تحرير فلسطين على ايد بشار ان شاء الله انها ما بتتحرر، وبدناش اياها تتحرر. الرئيس بشار الاسد هو اول من دعم القضية الفلسطينية، واول واحد وقف بجانب الفلسطينيين وساندهم ودعم الحركات في غزة. بشار الاسد هو اول شخص عربي بيقاتل في وجه الجبهة من اجل فلسطين. يعني هاي الكلمات اذا بتسمعها اكيد بتكون فايت عند واحد من اللي بيحكوا قالوا قيل، بتعرفون قالوا القيل، او بيكون بيقول لك شو بدكن حرية، بتعرفوا هذا اللي بيحكي زي هيك، عارفين انتوا اكيد عارفين مين هدول. فصار نقاش بينه وبينه، بداية النقاش في انه انت فلسطيني شو دخلك بالقضية السورية. طبعا كان سبب تدخلي اول اشي انه السوريين اهلي، بس انا المبرر تبعي انه انت قاعد بتحكي على القضية الفلسطينية فانا طالع اجاوبك. فمن هذا المنبر اول اشي بنحيي اهلنا السوريين جميعا، وبالذات اهلنا في الشمال السوري المحرر من الثوار السوريين الابطال الشجعان، رحم الله شهدائهم. وبنقول لبعض العلويين اللي بقول لك انه تحرير فلسطين ومش تحرير فلسطين والشعارات الرناني، انه لو كان تحرير فلسطين على ايد بشار ان شاء الله انها ما بتتحرر، وبدناش اياها تتحرر، وبدناش بالمره يعني ما بدناش تضلكمش تكون نحرر وما نحررش. اذا تحرير فلسطين على ايد حسن قصر بعرفش ايش بديش اقول اسمه لانه كلياته انا يعني بهضموش، او على ايد ذلك البشار، فان شاء الله انها ما بتتحرر. واذا بدها تتحرر ان شاء الله بتتحرر على ايد ناس طهارة مسلمين حقيقيين. ها هو النقطة. كمان شغلة مهمة جدا، واللي هي بقول انه السني اللي موجودين في سوريا ارهاب، وانهم قتلوا وكاموا وحطوا الى اخره. يا رجل انتم بطشتم في اطفال سوريا، بتعرف شو بطشتوا يا زلمه؟ قتلتوا اطفال، قتلتوا نساء، قتلتوا ختياريه، هدمتوا بيوت وبيوت وعمائر واراضي وكل شيء. شو ظل اشي ما عملتوهوش بالشعب السوري؟ شو ظل اشي هذا النظام ما عملوش بالشعب السوري؟ اللهم انصر اخواننا في سوريا المستضعفين، واجمعنا بهم في القدس وبيت المقدس واكناف بيت المقدس ان شاء الله على قلب واحد ان شاء الله باذن الله تعالى. اخواننا في سوريا الاحرار سنلتقي قريب. ما ضلش كثير، ما ضلش كثير والله، كثير راح، ضل قليل. الله ينصركم ان شاء الله على من عاداكم. وكلمة لكل فلسطيني بأيد اللي بأيد بشار او بأيد حسن، والله العظيم والله العظيم لا تتشرف فلسطين في اي شخص عنده اي انتماء لهذول الشخصين. السلام عليكم، وتحياتي لأهلنا في سوريا، تحياتي لكل الشعوب العربية، تحياتي لشعب الفلسطيني الشعب الجبار.